تعبانين بسبب دماغنا. انت عارف، انت ممكن تكون قاعد في اوضه هاديه جدا، لكن جوه دماغك في 100 صوت بيتكلموا في نفس الوقت. صوت بيفكرك بحاجه نسيتها، وصوت بيحاسبك على حاجه عملتها، وصوت بيخوفك من حاجه لسه هتحصل، وكلهم عايزين يردوا عليك في نفس اللحظه. لكن علماء النفس بيقولوا ان المشكله مش في عدد الافكار، المشكله ان الافكار ديت محبوسه. وفي فكره في علم النفس بتقولك ان الافكار اللي ما اتقفلتش جوه دماغك غالبا بتفضل مفتوحه. يعني تخيل ان انت فتحت 20 صفحه على الكمبيوتر من غير ما تقفل ولا واحده، بعد شويه الجهاز هيعلق، مش عشان الجهاز ضعيف، بس عشان الرام اتملت. وده تقريبا اللي بيحصل لعقلك كل يوم. كل مهمه انت مأجلها صفحه مفتوحه، كل خوف انت مأجله صفحه مفتوحه، كل حلم انت مأجله صفحه مفتوحه. وانت بتحاول تذاكر وتشتغل وتبذل مجهود، وانت اصلا في دماغك 50 صفحه مفتوحه. عشان كده انت اساسا ممكن تيجي يوم تلاقي نفسك فيه تعبان من غير ما تبذل اي مجهود، وحاسس ان انت مرهق جدا. الارهاق هنا مش ارهاق عضلي، الارهاق هنا ارهاق ذهني. بس الحقيقه ان الجورنال عامل زي صندوق العده، في عده وانت بتختار الحاجه المناسبه لوقتها. يعني مثلا لو انت مش عارف تبدا ودماغك زحمه، ممكن تبدا بابسط نوع جورنال، حاجه اسمها البرين دامب، وده يمكن ابسط نوع في العالم. افتح ورقه فاضيه واكتب اي حاجه وكل حاجه بدون ترتيب وبدون قواعد. اي حاجه تيجي في دماغك اكتبها، مجرد انك بتطلع اللي في دماغك كانك بتفتح الحنفيه وبتفضي كل اللي فيها. ولو عايز تعرف اكتر ازاي تتخلص من الاوفر ثينكينج، هتلاقي الفيديو كامل على قناه اليوتيوب.